السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ معانا النهارده عربيه، يعني عربيه من سيجمنت قليله في السوق شويه. ده الجيل الاول ليها. عربيه لسه جايه لنا مصر تقريبا من اسابيع، من شهر تقريبا، حاجه كده. هنبص كده سريعا عليها وبعد كده نقول مين المنافسين بتوعها او مين اللي بيلعبوا معاها في الحته دي. معانا 408، ودي الفئه الالور. عربية المفروض ان هي من فئة الفاست باك. يعني سريعا كده بص على العربية وبعد كده نتكلم عن السبيكس بتاعتها. طيب، دي 408 الالو. العربية دي من اي فئة؟ هي من عربية مزيج كده من الفئة بتاعة السيدان والاس يو في او الكومباكت اس يو في. يعني هم عملوا العربيه دي مزيج من ال 508، البيجو 508 وال 3008، اللي هو ال 508 العربيه السبورتي الناب مع الابواب الفريمليس، مخليين العربيه في حته ثانيه. هم بقى عملوا ايه؟ هم خدوا السبورتي او الروح الرياضيه بتاعت العربيه السيدان الشبابيه مع الوسع والمساحات والارتفاع بتاع الاس يو في والعائليه، وجمعوهم في عربيه ترضي جميع الاذواق. يعني موتور هنتكلم عليه طبعا، هنتكلم عن مواصفات الامان، هنتكلم عن كل حاجه، لكن العربيه حرفيا في الجول. طيب، العربيه اللي معانا سريعا كده 408 الجيل الاول ليها، عربيه من فئه الفاست باك. عربيه بتيجي فئتين، الور وجي تي. العربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي تيربو، بيطلع 215 حصان وتقريبا 300 نيوتن. طيب، العربيه دي بتكلم مين؟ العربيه دي عربيه عائليه شبابيه. العربيه بتيجي بتجهيزات كويسه، يمكن دي الفئه الالور اللي معانا، هنتكلم طبعا عن التجهيزات بتاعتها، لكن يعني نوعا ما التجهيزات بتاعتها مرضيه. وبالنسبه لبيجو او بالنسبه للاوروبي عموما، بس يعني بيجو شويه بتركز قوي في الموضوع ده، وهو الباكج الامان. باكج امان واحده سواء في الالور او في جي تي. طيب، لو هنتكلم عن الشكل الخارجي للعربيه، فالعربيه بتيجي في فوانيس فول ال دي اماميه وخلفيه، مع الانياب اللي مخليه شكل العربيه سبورتي ومخليه الشكل بتاعها حاد طبعا، مع الخطوط الجانبيه والشكل الكوبيه الخلفيه بتاعت العربيه، فخليها العربيه كده شكلها هي بيبي اوف اورس. يعني عربيه انا دلوقتي بكلمكم من الكنبه الخلفيه للعربيه، فبصوا معايا كده. احنا بنتكلم دلوقتي، دي المساحه، دي المساحه الخلفيه. العربيه بتيجي بشنطه 536 لتر تقريبا، فبرضو المساحات بالنسبه للشنطه الخلفيه كويسه. طيب، نتكلم بقى عن عوامل الامان. فالعربيه بتيجي يعني باكج امان محترمه طبعا، من 6 ايرباج لاي بي اس، البي بي دي، الاي اس بي، العوامل دي كلها. ويعني مش جديد يعني عن بيجو، او مش جديد عن العربيات الاوروبي عموما، باستثناء علامات معينه كده هي اللي ايه الوكلاء بتوعها هم اللي بيظلموها. لكن العربيات الاوروبيه معروفه ان تنزل باكج امان كويسه، تنزل بتجهيزات محترمه، فيعني بيهتموا بالامان قوي يعني. طيب، نيجي بقى للمكسوره الداخليه للعربيه ونبص عليها بصه سريعه كده. لو هنيجي طبعا من عند باب الشمال كده، فالمفاتيح بتاعت الازاز واللوك، طبعا مرايات كهرباء، الكروم هنا في المقبض مع
قماش كده، والسوفت تاتش بسيط، والامبيانت لايت يعني مش ممكن ما يكونش ظاهر قوي. دي الداشبورد، طبعا الداشبورد الجديدة مع شاشة 10 بوصة طبعا. يعني هنا العربية فيها فرايتي كده من الخامات، سواء السوفت تاتش او اللوك الجراي ده مع الجينز، والبيانو بلاك اللي موجود في الطارة مع الكروم، خلين العربية شكلها يعني بريميوم طبعا. والشيفت باي واير. طيب نيجي بقى يعني تجهيزات الدركسيون. طبعا بيجي مالتي، مثبت سرعة ومحدد سرعة، شفتات في الطارة، يعني شفتات هنا بيانو فشكلها لطيف، مع الداشبورد ال 2 دي، وبتبقى 3 دي في الجي تي. بص كده، طبعا 3 درايف مود، بورت ونورمال وايكو. يجي طبعا الشاشة 10 بوصة مع نظام طبعا الاي توجلز. الجزء ده في الجي تي بيبقى تاتش، الجزء ده كله كده بيبقى تاتش في الجي تي. وشورت كاتس تحت هنا مع وايرلس تشارجر، ستارت ستوب طبعا، الفتيس بي، وهنا الام للمانيوال ودرايف مود. طيب اتكلمنا عن التجهيزات الخارجيه العربيه، التجهيزات الداخليه وعوامل الامان والمساحات. ويعني عاجبني قوي المساحات في العربيه، لان العربيه عائليه، مع طبعا الموتور 215 حصان، اللي هو شبابي وعائلي في نفس الوقت. فيعني في الاول بتقول العقل يقول كذا بس القلب يقول كذا، لا دلوقتي العقل والقلب بيقول العربيه دي عادي جدا يعني. طيب يعني يمكن احنا ما جربناش العربيه بالقدر الكافي، لكن لغايه دلوقتي الاداء بتاع العربيه طبعا، يمكن الموتور ده مش اول مره نزل في 508 جي تي ماكس، فالموتور اداؤه حلو جدا مع السيس طبعا 8 نقلات، اللي هو مريح العربيه وما بيخليش استهلاك البنزين يعني اللي هو اوفر قوي. طبعا يعني في عوامل كتير بتاثر في استهلاك البنزين، لكن احنا بنتكلم على الطبيعي الاستهلاك متوسط يعني. نيجي بقى لتعليق العربيه، واللي هو بيجي يعني موزون، اللي هو مش ناشف ومش طري طبعا، عشان لو في مناورات او كده برده ما يبقاش في بادي رول واضح في العربيه قوي يعني. بس كده يعني يعتبر حاولنا سريعا نتكلم عن العربيه لغايه ما نجربها تجربه مطوله. اتكلمنا عن المساحات، اتكلمنا عن عوامل الامان، اتكلمنا عن الاداء، استهلاك البنزين، الكلام ده كله. فانتظرونا ان شاء الله في ريفيو وتجربه مطوله عن 408. استنوا الفيديوهات الجايه، وسبسكرايب ولايك وفولو ايا كان انتوا على الانستجرام او على الفيسبوك على اليوتيوب. فانتظروا الجديد ان شاء الله. سلام عليكم.